انا عندي رساله يا جماعه من بعد الحمله اللي عم يصير بالمغرب هلا حاليا على المدرب الركراكي انه يخرج من المنتخب. بس عندي رساله وحده مغربي، هل نسيت ماضيك؟ هل نسيت حاضرك؟ هل نسيت تاريخك؟ انا بتفق معك بكل شيء الا انه مدرب يخرج من بعد الاداء السيء اللي صار. طبعا هو بيتحمل النتيجه، هو بيتحمل الاداء، هو بيتحمل كل شيء صار بهالمباراه. بس يا اهل المغرب هيدا الركراكي يا اخي، هيدا الركراكي. بس انت غمض عيونك يا مغربي واسترجع ذكريات، غمض عيونك واسترجع يا اخي. فوزك قدام اسبانيا وقدام البرتغال قدام بلجيكا، اول منتخب عربي عبر التاريخ بيوصل نص نهائي كاس عالم. هو المنتخب العربي الوحيد بالتاريخ يلي وصل لهالمرحله. 19 فوز على التوالي، عامل يا جماعه اكبر انجاز بتاريخ المنتخب، اكبر انجاز بتاريخ المنتخب، مش تاريخ منتخب، تاريخ المنتخبات العربيه يا جماعه. مش هيك الحمله بتكون. سمح الله بعدين ما توفى، بقول واحد بس، اما اول مباراه يتعثر فيها، اول مباراه من بعد 19 فوز وراح على كاس العالم هلا حاليا 2026 تيجوا تعملوا عليه حمله. طبعا مش الكل، عم بحكي انا على البعض. السوشيال ميديا هلا مليان ركراكي، خليه موجود، ركراكي لا برا. انا بنظري خليه موجود. في اصابات بالمنتخب هلا، رجع حكيمي، عدم تفاهم. طب هي مدرب كاس عرب، هي تاني مباراه قدام عمان كان سيء جدا واخذوا البطوله رجعوا. طب هي الركراكي تاني مباراه ما كان موفق، بس دغري تعملوا هالحمله عليه. انا بصراحه بوقف مع المدرب من بعد الانجازات التاريخيه اللي عملها للمغرب. وطولوا بالكم اهل المغرب، انا بوافقكم بكل شيء، بس المدرب هلا تعملوا عليه حمله، هيدا الشيء غلط كبير. وهيدي نصيحه يا جماعه، بعد الضغوطات عن المدرب وعن المنتخب وعن اللعيبه، خلي المنتخب يلعب برياحه. وكل التوفيق لكم. بصراحة الواحد احتار مع منتخب المغرب. يعني معظم اللعيبة اللي انت بتتفرج عليها النهاردة هم نفس اللعيبة اللي شاركوا في مونديال قطر 2022، هم نفس اللعيبة اللي كنا بنطلع نشيد بيهم، هي ديت اللعيبة اللي جابت رابع العالم في مونديال قطر، هو نفس المدرب وليد الركراكي. اتفرج النهاردة على وليد الركراكي، راجل واقف على الخط متوتر، بتلعب وسط 60,000 مشجع كانوا يستاهلوا ان هم يروحوا فرحانين. من كتر التوتر بتاعه، بدل ما يطلع الصبيري ولا سفيان مرابط، بيطلع افضل لاعب في الشوط الاولاني ابراهيم دياز. حاجه غريبه انا مش فاهمها. اتفرج النهارده على شكل المنتخب المغربي، صنع فرص تتعد. الفرصه بتاعت الصبيري في الشوط الاولاني، ركله الجزاء اللي جابها ابراهيم دياز، وقلنا بس بقى المنتخب المغربي هيدخل الشوط الثاني هيحاول واخد بالك يضمن النتيجه. تتفاجئ ان المنتخب المغربي قال ايه، بيتراجع للخلف وبيحاول انه يلعب على التحولات ويحاول انه يلعب عرضيات قدام قوم عاد. انت بتلاعب مين يا عمي؟ ده اقصر واحد فيهم متر و80 سنتي، ده اقصر لاعب فيهم هو اليو ديانج اللي احنا مسمينه هنا الدبابه مع الاهلي. فالموضوع العرضيات ده مش هياكل معاهم ولا الكرات الثابته اللي تترفع اوفر. شفنا كمان النهارده الحلول كانت على الناحيه اليمين، اذا كان أناحي ولا ابراهيم دياز ولا حتى مزراوي. شفنا برضو النهارده فرق اشرف حكيمي جدا مع فريق منتخب المغرب. الراجل ده بيمتلك نص الحلول الهجوميه بتاعه منتخب المغرب. كمان النهارده وليد الركراكي تحس ان هو مش ثابت على مهاجم، والمركز ده فيه مشكله. مركز المهاجم لعب سفيان رحيمي في مباراه جزر القمر ما اقنعش، لعب النهارده بايوب الكعبي ما وصلوش فرص كتير ولا اي حاجه. تحس ان الخط الهجومي هو خط احادي، كل واحد فيه ليلات، وكأن المنتخب ده جديد ولسه بيتكون ولسه لازم انه ياخد وقت عشان ينسجم. عارف ان الجمهور المغربي ممكن يبقى زعلان، ولكن خليني اقول لك منتخب المغرب لحد دلوقتي هو متصدر. في حال فوز منتخب المغرب على زامبيا هيبقى 7 نقاط، هيصعد برضه اول المجموعه. ولكن على كابتن وليد الركراكي انه يتفارق حتى الان النهارده. الراجل اللي اسمه العناوي بيقوم بنفس الادوار اللي بيلعبها سفيان مرابط. نزل بلال الخنوس، نزل بلال الخنوس. شفت الثلاثيه بتاعت خط الوسط في المباراه بتاعت جزر القمر، كانت ادوار متضاربه. من المنتخبات اللي لما بترخم قوي، عندهم شفنا قوه بدنيه النهارده عاليه شكل قوي، الدفاع مش دوت نايف ولكن في نفس الوقت ولا دوت اليوم اللي احنا اتفرجنا عليهم في مباراتهم في مونديال قطر. في حاجه انا مش فاهمها، خط الدفاع اللاعب اللي اسمه صلاح الدين النهارده قدم مباراه محترمه. نفس الكلام مزراوي. اتمنى ان شاء الله ان المنتخب المغربي يكسب المباراه الجايه، واتمنى برضه ان جزر القمر يكسب مالي. كتير على مستوى المنتخب ده شكله مرعب قوي، واتمنى ان هو يطيح من بره المجموعه. عايزين نصعد كلنا اوائل في مجموعتنا عشان ما نقابلش بعض في الادوار القريبه. مش مقنع لاي مشاهد، وده مش تقليلا من المنتخب المغربي على الاطلاق. يعني الواحد مستغرب ان المنتخب ده كان واخد هايب كبيره جدا قبل البطوله، منتخب يعتبر هو المرشح الاول للفوز بالبطوله.
وده لعده اسباب. البطوله بتتلعب على ارضك وسط جماهيرك، بطوله غايبه عن المغرب بقالها كتير قوي، وفي نفس الوقت تطور الكره المغربيه في كل العناصر في الفتره الاخيره ده اللي خلى الناس تدي الهايب للمنتخب ده. لكن اغلب فترات الماتشين اللي لعبهم المنتخب المغربي سواء في الجوله الاولى قدام جزر القمر او في الجوله الثانيه قدام منتخب مالي هي فترات ممله جدا. مجرد حلول فرديه موجوده عند بعض اللعيبه لا اكتر ولا اقل، لكن على مستوى منظومه فريق وعلى مستوى هيكل كامل لا، منتخب المغرب عنده نواقص كتيره جدا. الواحد كان بيتمنى ان المنتخب المغربي يكسب النهارده عشان يضمن صعوده للدور القادم كمتصدر للمجموعه زي ما حصل مع المنتخب المصري، ويبقى الفرحه فرحتين، يبقى فرحنا بالمنتخب المصري ونفرح برضه بالمنتخب المغربي. ولكن منتخب المغرب يؤجل حسم الصعود سواء كمركز اول او كمركز ثاني، لان كده كده المغرب هتصعد من المجموعه دي للدور القادم وللجوله الثالثه عندما يواجه المنتخب المغربي منتخب زامبيا. ترتيب المجموعه زي ما انت شايفها، فلسه المجموعه دي ما اتحسمتش بشكل كبير، لسه ما نعرفش مين هيكون اول ومين هيكون ثاني ومين ممكن يصعد كافضل توالت، ان كل الحاجات دي هتتحدد بناء على نتائج الجوله الثالثه. ولكن باذن الله في الجوله الثالثه المنتخب المغربي يحسم صعوده من المجموعه دي كمتصدر للمجموعه، لان في حاله ان المنتخب المغربي تصدر مجموعته ده هيخليه ما يواجهش المنتخب المصري في اي مرحله من مراحل البطوله الا لو خبطوا في بعض في دور النهائي، وده اللي نتمنى انه يحصل، وان باذن الله كل المنتخبات العربيه تقدر توصل لابعد مرحله والابعد خطوه في البطوله دي. اولا هارد لك لمنتخب المغرب للجماهير المغربيه هذا التعادل. انا عندي سؤال بس للكابتن وليد الركراكي. بالشوط الاول الجهه اليسرى ما كانت شغاله عندك هجوميا بالشكل الكافي، كانت الجهه اليمنى هي مصدر الخطر عن طريق ابراهيم دياز ومزراوي. بتروح بالشوط الثاني بتبدل مشغل لك الجهه اليمنى وبتحط محله اللي مش مشغل لك الجهه اليسرى. يعني انا حابب افهم هاي الفكره بس. يعني راح الصباري او صبيري كان موجود على الجهه اليسرى، الرجال مش مشغل الجهه اليسرى تمام، اوكي، فراح شال اللي كان مشغله الجهه اليمنى ابراهيم دياز طلعه وحول الصباري شو اسمه جناح يمين ودخل الزلزولي جناح يسار. طيب ليش؟ يعني شو الفكره؟ بكل بساطه كان ممكن تسحب الصباري وتنزل الزلزولي على اليسار وتخلي ابراهيم دياز على اليمين. ابراهيم دياز كان هو مصدر الخطر الوحيد بمنتخب المغرب يعني. لا طيب اوكي، هاي يا سيدي مشيناها. افضل لاعب عندك بالمباراة عز الدين أناحي، شو سبب تبديله؟ انت متعادل 1-1 وعم تسعى لهدف ثاني كمان مش عارفين بصراحة. يعني هاي اسئلة ما لها اجوبة بالنسبة لي. أناحي كان عم بيأدي اداء جيد بالمباراة، كان افضل لاعب تقريبا في منتخب المغرب بنص الملعب على الاقل، طلعوا للمباراة الثانية على التوالي. شو السبب؟ مش عارفين بصراحة، مش عارفين. ماشي، كله هذا الكلام اوكي. شفت شو ضريبة انك ما تستدعي لاعب مثل حريمات على المنتخب الاول بهاي البطولة؟
معلش مع احترامي لسفيان مرابط، سفيان مرابط اليوم فايز 1 من 4 ثنائيات أرضية، 1 بس فايز فيها. وسفيان مرابط مش اللاعب اللي بيقدر يستلم لك الكرة ويحرك الفريق حواليه، يعني يدير الهجمة، ما عنده الإدارة للهجمة. تمام. أدواره دفاعية محدودة جدا على الصعيد الهجومي. لما يكون عندك لاعب مثل حريمات بيعرف يلعب لك الكرات الطولية صح، بيعرف يلعب لك تمريرات تكسر خطوط، لأنه لاعب الارتكاز أمامه مساحة، بيكون بيستلم الكرة مرتاح، فبيكون كاشف الملعب. اللاعب اللي مثل حريمات اللي بيعرف يعطي هاي التمريرات بتكسر فيها الخطوط، بيطلعك انفراد، بيعطيك كرة، بيعطيك هجمة، بيبدأ لك هجمة على الأقل، بيصنع لك حل غير متوقع. أما منتخب المغرب بمباراتين الصراحة، وخصوصا اليوم بمباراة مالي، هو منتخب متوقع جدا، متوقع. الكرات العرضية اللي هي ما بتجيب أي نتيجة، المحاولات التوغل بالهاف سبيسز أو بأنصاف المساحات فقط هي اللي عم تجيب نتيجة، وعلى الجهة اليمنى فقط عن طريق إبراهيم دياز. تسديدات من خارج المنطقة خطيرة ما شفنا، كرات بأفكار هجومية موجودة بربط بين اللاعبين على الجهة اليسرى ما شفنا، حلول محاولة سحب لاعبين وإدخال ما في. فلما تلعب أمام دفاع متكتل مثل الدفاع المالي اليوم ما بتلاقي حلول، وبالتالي أوكي اليوم هو تعادل ممكن يكون بمثابة مثلا صحوة، إنه يلا اصحى لأنه أمور مش ماشية 100%، فصح تمام. ولكن إذا ناوي تنافس على اللقب والجمهور المغربي فعلا حاب إنه ينافس على اللقب ويجيب اللقب، لازم تبلش تعيد التفكير بتغييراتك. شوط المباراة الأول هجوميا كان أفضل من الثاني، والسبب تبديلات وليد الركراكي. عدد الفرص والتسديدات بشوط المباراة الأول لمنتخب المغرب كان أكثر من عددها بشوط المباراة الثاني، وكانت أخطر. فأنا ما بعرف بصراحة، يعني هاي وجهة نظري، هل تتفق هل تختلف ما بعرف. ولكن اللي فيه يقولوا إنه هاردك لحبايبنا المغاربة، هاردك للجمهور المغربي، كان بالإمكان أفضل ما كان. ولكن أنا أعتقد إنه مباراة زامبيا يعني ما راح تكون صعبة على المنتخب المغربي، وسود الأطلس راح يعبروا للدور الثاني بصدارة المجموعة بدون أي صعوبات إن شاء الله.